عبد اللطيف لوديبي، الذي أعلن رسميا دخول بلاده نادي البلدان المصنعة للأسلحة الدفاعية. وأضاف أن بعض الأنشطة الصناعية في هذا المجال بدأت بالفعل، على غرار صناعة الأسلحة والذخائر وصناعة الطائرات المسيرة القادرة على أداء مهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة وصيانة الطائرات العسكرية. وأما الخطوة الأبرز والتي المغرب بصددها فهي دخول نادي الدول المصنعة للمسيرات، خاصة الانتحارية منها، وهي المسيرات التي أثبتت كفاءة عالية في حروب اليوم، خاصة في الحرب الدائرة بين الروس وجيرانهم في أوكرانيا، حيث تحولت المسيرات إلى رقم صعب قادر على تدمير الأهداف المرجوة من دون خسائر تذكر. فهذه المسيرات تتحول بلحظة من طائرة تستطلع وتستكشف إلى طائرة تحمل أسلحة وتضرب، وبعضها يؤدي مهاما انتحارية حيث تتفجر حين تصل هدفها لضمان تدميره. كما أن مثل هذه المسيرات قد تسد فراغا كبيرا في القدرات العسكرية المغربية التي تواجه عدة تحديات، على رأسها قضية الصحراء وجبهة البوليساريو الانفصالية، والتي تدخل حربا مفتوحة مع المغرب. لذا فأمور المراقبة وغيرها مما يتعلق بالعملية الاستخباراتية والعسكرية ستوكل جميعها للمسيرات التي ينوي المغرب تصنيعها، بعد أن سبق له وأن اشترى منها العديد، تحديدا من الصين وإسرائيل وحتى تركيا. وقد سبق لشركات إسرائيلية أن عبرت عن استعدادها لعقد صفقات مع الشريك المغربي لبناء مصنعين لإنتاج طائرات مسيرة، ما سيوفر على الرباط نفقات ضخمة بمليارات الدولارات. وبحسب موقع هاسبريس المغربي تعمل إسرائيل والمغرب حاليا على مشروع إنتاج مسيرات انتحارية كاميكاز، وإسرائيل واحدة من كبار المنتجين لطرازات الطائرات بدون طيار التي تعرف بفاعليتها مقارنة بالمسيرات الإيرانية أو التركية. وأما النقلة الأخرى في خطة المغرب للنهوض عسكريا فتتمثل بالمفاوضات التي عقدتها الرباط وبكين بحسب موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط، لحيازة نظام جديد يتعلق بصواريخ وقنابل دقيقة التوجيه تحمل رؤوسا حربية تقطع كيلومترات عدة قبل أن تصل إلى الأهداف العسكرية المنشودة. أي أن المغرب وعلى الرغم من علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة إلا أنه يسعى وبقوة لتنويع خبراته العسكرية، وهذا يعطي خطته جدية أكبر، أي السعي نحو تعزيز قدراته الحربية والتصنيع العسكري. ونقل الموقع الإخباري المغربي عن نبيل الأندلسي رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية قوله إن دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق 3 أهداف أساسية. أولها يتعلق بتعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب، والثاني يتعلق بتحقيق الحد الأدنى من الاستقلالية في قطاع الصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي. أما الهدف الثالث فيتمثل في التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا. وبلغة أخرى يريد المغرب الاستجابة للمتغيرات التي جرت حوله، خاصة بعد أن بات العالم كله يسعى لتحديث وتطوير منظوماته العسكرية بعد الحرب الروسية الأخيرة، والتي أعادت للأذهان النزاعات